يو منصدم بيقول ايه القوة دي؟ انا في معركة موازية لصالحي ومش بيستخدم خصم التخصص بتاعه، من المفترض كل حاجة تكون في صالحي تماما، فليه انا عاجز عن الفوز؟ جوه اللعبة مت وخارجها عملت كل اللي اقدر عليه علشان اهزمك، ليه انا عاجز عن الفوز قدامك؟ لا مش هقبل بكده. بيهجم عليه لكن جيم بيقطع كل هجماته وبيهجم عليه بيقول له قتلت اللي اسرع منك، شخص استخدم قدرة اقوى بمراحل حتى زهقت منه، وبيهجم عليه من قريب. يو بيحاول يصد الهجوم لكن مش بيعرف. جيم بيطير سلاحه بعيد بيقول له واضح اني فزت مرة تانية رغم اني مش عارف كام عدد مرات فوزي. يو بيقول له دي المرة 138 اقتلني. بيقول له واضح ان المرة الجاية هتكون ال 139. والله زي ما انت عارف ان برج المحن مش مكان نتهاون فيه، بل مكان بيموت فيه اقوى الجنود لحظة اخفاض دفاعهم. احنا محتاجين اكتر عدد من اللاعبين وخصوصا الاقوياء امثالك، لكن جيت مش هيقتلها بسبب ان النسخ بيستغرق 60 يوم علشان ينسخ مهارة تانية من نفس الشخص. مش هضطر ادور عليه لانه هيجي بنفس وقتها هنسخ منه مهارة تانية. يو بيقول خسرت المرة دي لكن المرة الجاية اللي انت هتخسر. بيقول له هكون منتظر ده. بيقول له اسمك ايه؟ بيقول له هل لازم اقول لك؟ بيقول له فهمت، هناديك باسمك الاصلي. في نفس الوقت عند فريق الصيادين واحد بيقول للقائد انت خلصت على كل الوحوش؟ بيقول له ايوه. بيقول له يا فندم كشف السحر بيقول ان في سحر جاي، انا متاكد ان مفيش حد بعد ما خلصنا عليهم، الحق يا فندم ده بيقرب مننا. بالفعل بيوصل ليهم الجلم الحديدي. لا المرعب يا صاحبي ان في واحد واقف عليه وده مصاص دماء رفيع المستوى. الفامبايرز بيقول له السلام عليكم يا بشر، اسمي بيلوس ومالكة هذه الانقاض قريبتي بالدم. القائد بيقول له انت عايز ايه وايه اللي جابك هنا؟ بيلوس بيقول له انا هنا علشان اقدم اقتراح، هديك اختيار، هل هيسمع لكل كلامي هنا او بيفعل مهارة تقييد الدم وبيخلي المكان رعب حرفيا. بيقول له انت شفت نصها مش اكتر، انت هتفضل واقف كده ومستني تكون زومبي؟ عند جين تريزا بتكون بتمتص شوية مانا من احدى الاغراض اسمها الدموع المجمدة. جين بيقول الدموع المجمدة خدتها مع الحبوب الشيطانية، الدموع المجمدة بتاخد مانا كتير علشان يتم امتصاصها، وبسبب القوة اللي عند تريزا قدرت تستوعب 12 نقطة. بتقول له خلص؟ بيقول لها تمام. بتجيلهم رسالة ان مالك الاطلال بيدعوهم، بيقول لهم لو عايزين تنقذوا باقي اللاعبين تعالوا عندي. تريزا بتقول دي مصيبة، واضح انه تم اختطاف جميع اللاعبين، مش قادر اصدق ان كل اعضاء النقابة بقيوا رهائن، لازم اروح. لو كنت اقدر انقذ عضو واحد فما فيش سبب للتردد، لكن هل اقدر اروح كده واهزم الزعيم؟ طب لو كان عامل لنا فخ دلوقتي ما عندناش فريق هجوم، اتوقع لازم نهجم عليه بنفسنا. لو فضلت مع الفريق هل كان الموضوع هيختلف؟ كنت عايزة اكون فارسها واحمي الناس، هل اخدت القرار الخطأ؟ يو بيقول لها فريق الهجوم مش بيهمني، انا لازم امشي، وقبل ما امشي لو كان من الصعب عليك التقرير فاسمعي كلامي، ده انسان اناني ما يعرفش معنى الشرف، ما اعتبرنيش كمنافس ليه، وده واحد من الاسباب اللي بتخليني بكرهه، لكن اقدر اضمن لك حاجه واحده، الشخص الوحيد اللي يقدر يهزم الزعيم هو ده. سلام. تريزا بتبتسم وبتقول له شكرا على نصيحتك. بتقول لجين عايزك تساعدني. بيقول لها ده هيكلفك شويه وممكن تكون مفلسه. بتقول له هديك كل اللي انت عايزه بس انت ساعدني عشان اهزم الزعيم. بيقول لها هل لسه عايزه تروحي؟ تمام يلا بينا نعملها. بالفعل بيوصلوا عند البوابه. تريزا بتخاف. بيقول لها ما تخافيش، انت ما كنتش عارفه ان خصمك هيكون قوي، وكمان مش لازم دايما يفوز الجانب الاقوى في كل معركه. بتقول له عندك خطط؟ بيقول لها حاجه واحده بس، مش مهم ايه اللي هيحصل هناك، لازم تثقي بيا فقط. بيدخلوا جوه وهناك بيكون في كتير من مصاصين الدماء. الزعيمه بتقول لهم اخيرا جيتم، ودي بقى الزعيمه جينجو أليس فون التاركسيا. بتقول لهم انا زهقت وانا مستنياكم. بيقول لها هل الناس تمام؟ بتقول له بص بنفسك تكسر الحاجز. وجين بيشوف هاجن بيقول اكيد هو اللي ايقظ الحارس. أليس بتقول له انا بعت لكم الدعوه بسبب الريحه اللي طالعه منك، ريحه جميله ما شمتش زيها قبل كده، الريحه اللي جايه منك لا تقارن بالبشر العاديين. جين بيقول ده السبب اللي جابنا هنا، ده ما حصلش قبل كده. بتقول له واضح انك متضايق. بيقول لها مصاص دماء عايز يشرب دمي، برايك مش هتضايق؟ بتقول له ما تخافش، انا شخص بيحب يحتفظ بالاكل بتاعه لفتره طويله، هخليك تعيش 60 سنه مش اكتر، فما تخافش. جين بيقول ده يعني اني هكون علبه عصير ليها، هتحط شفاطه في رقبتي وكل دقيقه تشرب مني. بيقول لها شكرا مش عايز اكون عصير عبورلان. أليس بتقول له ومين قال ان عايز اسمع رايك؟ ما عندكش اختيارات تاني. جين بيقول لها انت عصبيه جدا بس انا ما قلتش اني مش هديكي حاجه هنا، ايه رايك اديكي حاجه طعمها احلى من الدم؟ أليس بتقول له حاجه احلى من الدم؟ مفيش فايده من الخدع والالعاب الرخيصه بتاعتك، مفيش حاجه في الكون ده كله اهم بالنسبه ليا من الدماء، مهما يكون اللي عايز يدهوني فقراري مش هيتغير. جين بيقول لها انت متاكده حتى لو اديتك الحريه؟ أليس بتنصدم. مصاصين الدماء بيتعصبوا بيقولوا انت ازاي تتجرأ وتتكلم كده؟ عندك شجاعه انك تنطق الكلمه دي قدام الملكه؟ أليس بتهديهم. بتقول له انت اكيد بتتحمل مسؤوليه كل كلمه قلتها. جين بيقول لها لو انا مش هقدر اتحمل مسؤوليه الكلمه دي ما كنتش قلتها من البدايه. أليس بتقول له يلا اثبت انك قد المسؤوليه. بيقول لها اسمي
كانج جين هيوك وبصفتي ممثل البشر الشيطانيون في البرج، فأنا هحررك من قيود المكان ده. البشر الشيطانيون هم مجموعة من الناس اللي تخلوا عن جنسهم وكونهم بشر بسبب حبهم للفلوس والانتقام أو حتى من أجل معتقدات خاصة، وكمان كانوا دايما بيقفوا في وش البشر لما يطلعوا البرج، وعشان يعملوا كده كانوا بيتعاونوا مع وحوش الأنقاض والدهلايز. أليس بتقول له أنا سمعت عنكم قبل كده لكن أنت بتقول إنك واحد منهم. جيم بيقول لها أنا عملت عقد مع المعبد اللي في الطابق ال27 قبل كده وعرفت حقيقة وجودك في المكان ده وإن في حاجز حول الأنقاض. تريزا بتكون مستغربة من الوضع وإزاي جيم بيتكلم زي البشر الشيطانيون وإيه هو المعبد علشان كلهم خايفين كده. أليس بتقول له بما إنك عارف موضوع المعبد فأكيد كلامك مش كلام على الفاضي. بيقول لها يعني هتثق بيا؟ بتقول له لا، إيه المهم في كونك من البشر الشيطانيون؟ أي حد يقدر يقول إنه يقدر يحررني، ولكن دي حاجة محدش يقدر يعملها أو عملها من زمن طويل، وكمان أنت بتعرف تتكلم كويس فعشان كده أنا مش واثقة فيك. بتفعل قدرة رماح الدماء. بتقول له أنت عندك دماء لذيذة لكن لسوء الحظ فعلا فلتمت. بتهجم عليه برماح الدماء لكن تريزا بتروح وبتقف في وش رماح الدماء. بتفعل قدرة الدرع المقدس. بتقول لجين خليك ورايا أنا هفضل أصد كل الرماح، وبتفعل القدرة بالكامل. أليس بتضحك بتقول ياه فعلا ده موقف يضحك لما أشوفكم وأنتم بتكافحوا علشان تعيشوا قدام الرماح البسيطة دي، ولكني بكره القوة المقدسة. بتفعل قدرة الانفجار الدموي وبتقول هقتلكم كلكم بضربة واحدة. تريزا بتقول مش هقدر أقعد فترة طويلة وأنا بصدها، مش مهم أنا بوثق بجين الشخص اللي واقف ورايا. ولكن يأتي الغدر من أقرب الناس إلى قلبك. جيم بيطعنها من الخلف. بيقول لأليس لو وريتك إن اللي بقوله مش كلام على الفاضي هل هتوثق بيا؟ أليس بتقول بالتفكير إنك هتخون رفيقتك اللي حمتك ده إثبات ليا. تريزا بتمسك بتقول له إحنا قررنا ننقذ الناس مع بعض، قلت لي إن عندك خطة، هل دي كانت خطتك؟ لكن جيم بكل برود بينزل طعن في تريزا وغرق دمها المكان. أليس بتضحك بتقول له كويس جدا بالنسبة لبشري، أنت كده أثبت إنك في صفي، أنا هديك فرصة للكلام. بيقول لها علشان نخدع الحاجز اللي بيحتجزك يا أليس فأنا جهزت تعويذة ب7 نجوم خاتم برهام، لو أنا ختمت روحك جوه الخاتم ده فالحاجز هينخدع مؤقتا. أليس بتقول له تختم روحي؟ دي أول مرة أسمع بكده. جيم بيكلم نفسه وبيقول السبب اللي خلاني أحافظ على نفسي بالمستوى الأول لدرجة إني سبت كل نقاط الخبرة اللي ممكن أخدها من قتل الوحوش كانت تقنية نقل الروح ذات ال7 نجوم، مش ممكن أستعملها إلا لو كنت بالمستوى الأول. بالفعل بيتم استيفاء الشروط وبتبدأ تتشكل تعويذة نقل الروح. بيقول لها هتختفي الدائرة دي للأبد لو مضت دقيقة، هتتفعل التعويذة بعد ما بتقبلي بيها، الموضوع بين ايدي. ودلوقتي هتعملي ايه؟ أليس بتكلم بيلوس عن طريق التخاطر. بتقول له انا مش واثقة بالشخص ده، فلو شفته بيعمل حاجة غريبة خلص عليه ودمر الدائرة السحرية. بيقول لها تحت امرك. أليس بتقول حطيت كل الاحتياطات لكني خايفة احط موافقتي على التعويذة، مع كده انا فضلت محتجزة هنا لفترة طويلة ومضت اكتر من 1000 عام وانا مختومة هنا، دلوقتي ما عنديش خيار غير اني اطلع من هنا. او بتروح عند جين وبتقول له هقول لك ده لمرة واحدة، هل اقدر اوثق بيك؟ بيقول لها ان منحتيني شرف ده فانا مش هسيب ثقتك تقلب ندم وحسرة ابدا. بتلمسه وبتقول انا أليس فون التاركسيا اسمح بانتقال الروح. بالفعل التعويذة بتتفعل وبيبدأ انتقال الروح وبتدخل جوه الخاتم. بتقول كنت مفكرة انه هيكون مكان خانق لكن ده مش بالسوء اللي كنت مفكراه. بيقول لها كويس ان بيتك الجديد عجبك. مهارة النجوم بتتفعل. جيم بيقول مرحبا بعودتك يا تريزا. بسبب مهارة النجوم فتم معالجة جميع جراح تريزا. أليس بتقول له انت ازاي بتتجرأ على خداعي؟ بيلوس خلص عليه. تريزا بتقول له عندي اسئلة كتيرة لكن شكل الوضع مش كويس. بيقول لها بالضبط الموضوع مش وكأني عايز كده. بيلوس بيقول له انسان وضيع، ازاي اتجرأت على التفكير بانك هتكون عايش بعد ما تخون اسيادك؟ بيفعل مهارة موجة الدم من المستوى 13. جيم بيفعل مهارة عنصر النار وبيولع في المكان حرفيا. بيقول لتريزا تفك الرهائن. بتروح وبتفك الحبال. القائد بيقول لها انت جيتي؟ بتقول له ايوه. بيقول لها طيب والفامباير؟ بتقول له هو هيخلص عليهم وحده. بيلوس بيقول له ازاي مجرد انسان يقدر يقف قدام سحري؟ بيقول له سحرك وسحر النار مضادان لبعض، وكمان واضح انك فهمت حاجه غلط. في اللحظه اللي تم ختم سيدتكم في الخاتم فانتم خسرتم فرصكم للفوز. بيفعل مهاره مقبره السيوف. بيلوس بيقول له اقفل بقك يا كيس الدم، لو ما نجحت
وحش السحر فهنقتلك بالسيوف. بيهجم عليه وهدفهم هو كسر الخاتم وتحرير أليس. القائد مصدوم بيسأل تريزا مين الشخص ده. تريزا بتقول هو لابس قناع، هل هو مش عايز يكشف نفسه؟ بتقول له قابلته بالصدفة وانا جاية مش عارفة معلومات عنه. جيم بيخلص عليهم. تريزا بتقول له اللي انت عملته وجعني جدا، انا كنت خلاص هودع، ما كنتش متوقعة اموت على ايدك. بيقول لها المهم اننا عملناها. بتقول له صح احنا عملناها. بتعيط وبتقول له شكرا جزيلا، فبسببك محدش هنا مات، وبسبب اللي عمله جين تم نسخ احدى قدرات تريزا واللي هي النجوم. بيقول لها انت بتعيطي ليه؟ بتقول له ولا حاجة، انا فرحانة مش اكتر، انت كنت عارف اني اقدر اعالج نفسي صح؟ تمام هسيب اسئلتي لوقت تاني. بيقول لها خلينا ناخد الاثار ونمشي. القائد بيقول له استنى، انا سونك وانا قائد الغارة الهجومية، كل العناصر اللي هنا بترجع ملكيتها لنا. جيم بيقول له انا انقذت حياتك ومع كده بتطلب العناصر؟ بيقول له مش قصدي، بدلا من العناصر هندفع ليك مكافأة تانية، اي حاجة انت تطلبها هتاخدها. جيم بيقول له تمام خد اللي انت عايزه. بيقول له بجد؟ بيقول له ايوه يا حبيب اخوك، بس اوعى تندم من النتيجة. ما بيفهمش كلامه. بيروح عند عصا ميرلين بيلمسها وبتتفعل عليه لعنة. جيم بيقول عصا ميرلين غرض كويس، لكن المشكلة انه ملعون، ما تقدرش تاخد البقايا بسهولة الا بعد تدمير أليس، لكن هي فعلا لسه عايشة جوه الخاتم واللعنة بتبدأ مفعولها شوية قدام وهتعرفوا ايه اللي حصل. اما خارج برج المحاكمات واحدة بتقول هو انت متأكد اللي احنا بنعمله مش بنعملها على الفاضي؟ بيقول لهم خلينا نستنى ونشوف بعيننا، لو جانا تقرير يبقى هناخد حاجة. بتقول له الخبراء قالوا ان الموضوع هياخد 3 اسابيع، لكن الرئيس بيفتكر كلام يو، هو بيقول له ان الاطلال هيتم تصفيتها قريبا. بيقول هو مش عضو في نقابة بلهاي لكن عنده احساس قوي. بالفعل بتيجي رسالة انه تم تصفية الاطلال. بيطلع فريق الهجوم من نقابة بلهاي، المراسلين بيكونوا بيوثقوا الحدث، خصوصا قائد الفريق سونج اللي خسر شعره بسبب اللعنة. هو واحد من الصحفيين بيكون بيعيط بفخر ان في حد شبهه. تريزا بتقول لهم مش سونج اللي انهى الاطلال، الشخص ده هو اللي خلصها بنفسه ولوحده، احنا كنا بنتفرج مش اكتر. البنت بتقول للرئيس اتصل بالجمعية. بيقول لها فكرة كويسة. هاجن كان في الغارة، الناس بتقول لو ما كانش معاهم اللاعب المقنع ما كانش حد منهم طلع عايش. في اليوم التالي الدنيا بتكون طحنة على الانترنت بسبب الظهور المفاجئ للاعب المقنع، وحقيقة انه مبتدئ في المستوى واحد انهى اطلال قاعة الفساد لوحده. جيم بيقول كلهم بيتكلموا زي ما هم عايزين، عرفت انه هيكون في معارضين لكن ده فاق كل توقعاتي. الحمد لله اني كنت لابس قناع. تريزا الوحيد اللي عارفة هويتي ووعدتني انها تحافظ على السر، وبكده مفيش مشاكل. هل لازم اتكلم مع الحاكم من خلال تجسيدها الروحي؟ أليس بتقول له انت ازاي تتجرأ على احتجازي في مكان شكل ده؟ انت عارف انا مين؟ جيم بيضحك. بتقول له انت هتعمل ايه؟ بيبدأ يمرجح في الخاتم في كل مكان وهي بتصرخ وبتقول له استنى. بيقول لها انت كويسة؟ بتقول له هل كنت هتكون كويس لو كنت مكاني؟ اسمعني الفامبايرز بيشيلوا الضغينة دايما. بيقول لها فعلا؟ بتقول له استنى مش بتفكر تعمل كده تاني صح؟ انا بأمرك تسكت. بيقول لها بالنسبة ليكي بما انك مش عارفة مكانتك هديك عقاب كويس. بتقول له لا. بيفضل يمرجح في الخاتم على مدار 3 ساعات. أليس بتكون بتعيط. بيقول لها كفايه واطلعي. بيطلعها بره الخاتم. بتقول اخيرا طلعت، دلوقتي وقت الانتقام، هرجع لك الذل ده اضعاف 1000 ضعف. لكن حجمها بيكون صغير جدا. بتقول له ايه ده؟ بيقول لها اتجسد جزء منك علشان انت مختومه. بتقول له يعني؟ بيقول لها انت الاصدار الصغير من أليس، مش هتكوني قادره تستخدمي 1% من قوتك. بيكلم نفسه وبيقول حتى بالقدر ده فانت اقوى من الفامبايرز العاديين. أليس بتقعد تعيط. بيقول لها كفايه عياط واسمعي اللي قلته في الانقاض حقيقه. بتقول له اخلص، مش عايزه النوع ده من الحريه. بيقول لها عارف، ومن قال ان دي حريه؟ الحريه اللي انت عايزاها هساعدك علشان توصلي ليها. بتقول له قصدك ايه؟ بيقول لها أليس فون اتاركسيا، هساعدك بالقضاء على اللي خانوك وكمان على استعاده المكان اللي خسرتها عائله اتاركسيا. بعد شويه بيتم اضافه مقطع لعب اللاعب المقنع الى قاعه المشاهير، وبسبب كده انقلب الوضع تماما. بعد الظهور المفاجئ للاعب المقنع المشاهدين بيكونوا مش مصدقين اللي شايفينه بخصوص الاداء اللي عمله اللاعب المقنع في مواجهه الفامبايرز. اما جين فبيقول انا سمعت ان النقابات بتقعد على كومه من الاموال، واضح ان ده صحيح. بيلبس القناع. بيقول مش مهم ان كانت نقابه كبيره او لا، هم بيتجرأوا على محاوله قتلي، انا مش هسكت من غير رد. اما بالنسبه للناس دول فده كفايه علشان يدمرهم.
في الطابق الاعلى عند رئيس النقابه بيقول لواحد انت مجنون، انا قلت لك تاخد كنز الاطلال، لكن انت جاي هنا بكل بساطه بعد ما فشلت. كل اللي انت عملته هو ايقاظ الحارس. سمعه نقابتنا في الطين حاليا بسببك. كل ده لاننا ما قدرناش نعلم شخص واحد درس علشان اهنا. بيضربه وبيقول له انت فاشل مالكش قيمه. الباب بيخبط بعدها بينفجر. طب كان لازم ايه انك تخبط؟ بيدخل اللاعب المقنع بيقول هل انت قائد النقابه؟ قائد النقابه بيقول حد يوقفه. هاجم بيقول دي فرصه علشان احسن صورتي قدام الزعيم. بيهجم على المقنع. جيم بيخلع القناع وبيقول له ايه اخبارك؟ بيضربه وبيرميه بعيد. الزعيم بيقول له انت اللي اذللتنا في الاختبار بتاع الجمعيه، هل مفكر انك هتكون في مأمن بعد دلوقتي؟ جيم بيقول له دي مش حاجه لازم تخاف بسببها. الزعيم بياخد السيف وبيهجم على جيم. بيقول انت حتى مش مهتم بسرعه سيفي، هل انت اسرع من الصوت؟ لكن جيم بيكسر السيف بقطعه جو، واللي هي قطعه من لعبه تشبه الشطرنج. المهم بياخد شويه من القطع وبيقول هل نكمل كلامنا يا سيد جيون؟ جيون بيقول له كانج جين هيو انت هنا علشان تنتقم لاني حاولت تحريض على قتلك، علشان كده انت دمرت المبنى باكمله. جيم بيضربه بقطعه من اللعبه بترميه. بيقول له كلامك مش كويس. جيون بيقول له انت عملت اللي انت عملته كفايه لحد كده. بيقول له قصدك اسيب الموضوع زي ما هو كده؟ بيقول له فكر بالموضوع براحتك، عندنا اكتر من 50 مصنف مش موجودين هنا حاليا علشان هم بيصفوا البرج. بيقول بيكمل وبيقول انا بقول لك علشان لو قتلتني هيطردوك الى اقصى بقاع الارض لقتلك، هل فهمت؟ الدم يدعو الى الدم والانتقام يولد الانتقام. جيم بيقول كلامك فعلا بيضحك، كلماتك بخصوص الدم والانتقام مش بتضايقني، خلينا ننظف المكان ده، هكون اخر واحد ينتقم فعلشان كده سامحني. بيقول له استنى انت فاهم انت بتقول ايه؟ بيقول له قصدك ايه؟ انا بمشي على المنطق بتاعك. ومن غير تفاهم بيطلق عليه قطعه من اللعبه وبيرميه من فوق المبنى بكل برود. بيروح عند هاجن بيقول له بارك هاجن السبب الوحيد في انك لسه عايش هو اختك، من الاحسن تفضل بعيد عن عينيا لو حبيت تموت بشكل طبيعي. بيقول انت اللي عامل نفسك ميت. بيقول له نعم. بيقول له لو اظهرت ليا انك مفيد فهسيبك تعيش، ابدا بالتعريف عن نفسك. بيقول له اسمي كيم هيونغ، عندي 26 سنه، كنت مسؤول عن اداره الاعمال العامه لنقابه الغراب. جيم بيقول له عاش عليك، زي ما انت شايف الوضع هنا مش كويس، هتكون خساره اني ادمر واحده من النقابات الكبيره، فعلشان كده هسيب اداره النقابه ليك، ما تتفاجئش دي مش حاجه، انت هتحافظ على المظهر الخارجي مش اكتر. بيقول له حتى ولو محدش هيسمع كلامي. جيم بيقول اكيد هتكون في معارضه لو ارتقى شخص غير مقاتل، غير كده مجرد سكرتير الى اعلى المناصب فجاه. بيقول له ما تخافش بخصوص الناس اللي هتعارض. بيقول له انت هتهتم بيهم؟ بيقول له لا. وليه لازم اعمل كده؟ انا هديك شخص يعمل كده نيابه عني. بتوصل رسالة إلى أعضاء نقابة الغراب. بيروح جميع صيادين الرتبة A إلى المبنى. قبل ما يدخلوا بيشوفوا الناس مجتمعة، بيروحوا يبصوا بيلاقوا زعيم النقابة مقتول. بيدخلوا المبنى وحمدة بيقول زعيم النقابة ميت. طيب مين اللي بعت الرسالة؟ بيلاقي هيونغ بيهجم عليه وبيقول له إيه اللي مقعدك هنا؟ بيقول له استنى. حمدة بيقول له قول لي كل حاجة حصلت وما تسيبش تفاصيل. بيقول له وصل المرسلون. أليس بتقول إيه الإزعاج ده؟ أنا قلت لك تعمل كل حاجة علشان ما اضطرش أتدخل. حمدة بيقول له أنت متعرفش تتكلم؟ هل هتقول لي ان الطفله دي اتسببت في كل ده؟ أليس بتسمع كلمه طفله بتقول انت قلت عليا طفله وعينك ما تشوف غير النور. أليس دمرت الطبق عن بكره ابيه. جيم بيكون قاعد تحت وبيقول انا قلت لها تتصرف مش تدمر النقابه. بتجيله رساله طلب حضور الى جمعيه الصحوه علشان نتائج الاختبار. بيقول مضى شهرين من وقت ظهور برج المحاكمات، النظام العالمي بيتغير والناس بتتكيف بسرعه مع العالم الجديد. كانت الاخبار بتبث البرامج عن اللاعب المقنع واللي اخد شهرة كبيرة بسبب ان الانقاض اللي ما قدرتش النقابات الكبيرة تصفيها مسحها هو لوحده. في سنين بس هم اللي عارفين ان اللاعب المقنع العجوز وتريزا اللي وعدتني بالحفاظ على هويتي سرية. أنا الذي يرتدي القناع وأنا الذي لا أرتديه، بهذا سأكون قادرا على التصرف بحرية أكبر. تم استيفاء جميع الشروط، لا مزيد من القيود الملزمة إلي. الآن حان الوقت حقا بالنسبة إلي لاحتكار كل شيء لنفسي. عجبك كده يا اسطى؟ المقطع السابق قلت لو وصل المقطع 5000 لايك هنزل الجزء 3 بسرعة، وبصراحة كنت متخيل هياخد الموضوع اسبوع علشان يوصل 5000 لايك، لكن انتم وصلتموه في اقل من يوم. مش عارف اعيط ولا افرح. انا عملت المقطع ده وفاضل يومين على امتحاناتي، انتم نفذتم التحدي في وقت قياسي بالنسبة ليا، وانا عملت المقطع في وقت قياسي، فبكده انا تمام وانت تمام. المهم تعالوا نعمل تحدي جديد واصعب من اللي قبله. لو وصل المقطع ده 8000 لايك هنزل لكم الجزء التالي خلال 3 أيام
ايام حتى لو عندي امتحانات، وكمان هخلي المقطع 40 دقيقة. عارف ان ممكن محدش يصدق اللي بقوله بسبب فترة الامتحانات، لكن انا قلت حاجة زي كده لاني متأكد ان مش هتقدروا توصلوا المقطع 8000 لايك. المهم مش عايز اطول اكتر من كده وبس. هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسى اللايك، الاشتراك، وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. وكمان يا برو دعوتك ليا في الامتحانات. وبالنهاية لا تنسى الصلاة على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.